مأساة كبيرة في طنجة مؤخرا. راجل تاجر شعل العافية في رأسه قدام المحل ديالو. الخبر كان صادم. ودابا الزوجة ديالو والأخ ديالو خرجوا كيهضروا، اه هضرة اللي صراحة خطيرة بزاف. كيتكلموا على ضغوطات كبيرة، على تهديدات قال لي كانت من عند الشركاء ديالو في التجارة. ايه سمعنا هاد الشهادات. هاد النقاش ديالنا اليوم غادي نركزوا فيه غير على هاد الشهادة ديالهم كما وصلتنا منهم، نحاولوا نفهموا من جهتهم هما شنو الأسباب اللي وصلت لهاد الفاجعة وشنو المطاريب ديالهم دابا. تماما، قصة مأساوية فعلا. غادي نحاولوا نتبعوا الأحداث كما كيعاودوها الأقارب ديالو خطوة بخطوة، ونوقفوا عند النقط اللي كتبان أساسية في هذا المشكل التجاري اللي وصل لهذا الشيء تامل. ديما كنأكد حسب الرواية ديالهم هما، حيت هي اللي عندنا دابا. الزوجة كتعاود على داك النهار الآخر، الصباح ديال داك النهار قالت راجلها مشى المحكمة التجارية. المحكمة التجارية. وهي قالت في هضرتها كانت بحال آخر محاولة ليه باش يلقى شي حل، فهمتي؟ كان كيقلب على حل قانوني زعما. يمكن. المهم ملي رجع عندهم للمحل دخل لداخل هو والشركاء، بقاو كيتكلموا. شنو تقال تما الله أعلم، هي ما عارفاش بالضبط. ما كاينش تفاصيل على الحوار اللي دار لداخل. لا، النتيجة هي اللي معروفة وكارثية. خرج من عندهم وفي يدو بدوزة ديال ليسانس، مشى واحد شوية كبها على راسو وشعل العافية. يا لطيف. والمفاجأة ولا المأساة الأكبر في كلامها، هي كتأكد وكتقولها بصراحة أن الشركاء ديالو كانوا حاضرين، شافوه وكان ممكن زعما يدخلوا قبل ما يشعل. ولكن ما دخلوش. هي كتقول بقاو كيتفرجوا فيه، هذه شهادتها. دابا حالته في السبيطار ميؤس منها تقريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أراه كما قلتي هادشي ماشي وليد ديك اللحظة، القصة عندها جذور ياك؟ الزوجة وضحت هاد النقطة، قالت راجلها كان ديجا خدام مع نفس هاد الشركاء. فشركة أخرى قبل هادي. ايه، شركة كانت قبل، وقالت هو اللي طلعها ليهم، هو اللي جاب ليها الكليان والموزعين بمعرفه هو. من بعد عاد داروا هاد الشركة الجديدة مجموعين. وهنا فين كاين واحد المشكل قديم شوية ياك؟ شي حاجة على الأسهم. تماما. قالت ملي جاو يأسسوا الشركة الجديدة هي اللي ردات البال في الوراق الرسمية في ستاتوتي، لقاتهم كانوا باغين يعطيو غير 10% في الأسهم. 10% فقط؟ وهو اللي كان زعما أساسي في داك الشيء؟ هادشي اللي كتقول، وهو مسكين على حساب كلامها ما قاريش بزاف، كان ممكن يوقع بلا ما يعرف. هي اللي عاقت باللعبة. ولكن وخا هكاك كملوه. كملوا. قالت كانت الثقة ديك الساعة زعما دازت هاد القضية. ولكن مؤخرا الأمور تبدلت بزاف، بدات المشاكل والتهديدات، خصوصا قبل العيد الكبير اللي فات. هي كتقول هو صافي ما بقاش قادر، بغى يخرج من الشركة. بغى يفرق معاهم صافي. وصل درجة قال لهم شوفوا، خلصوا غير الكليديات ديال الناس اللي كيتسالوا وخذوا نتوما كلشي. هو مستعد يبدا من زيرو. يعني كان مستعد يتنازل على حقه، غير يتهنى. هكا كيبان من كلامها. ولكن هما حسب رواياتها ما بغاوش، رفضوا هذا الحل. وكتزيد تأكد أنه هو براسو ما كان كيتسالو حتى واحد، والموزعين كانوا كيتعاملوا معاه هو بثقة شخصيا. الأخ ديالو تا هو عنده ما يقول فهادشي، كيدعنا هاد القصة ديال المضايقات. الأخ ديالو شنو قال بالضبط؟ الأخ كيعاود مثلا كيفاش الشركاء في واحد النهار جاو المحل وبغاو يسدوه بالزز، يهبطوا الرضوات، واخا قانونيا ما عندهمش الحق حيت هو اللي مسجل في الأوراق كمسير الجيرون. يعني ماشي من حقهم يسدوا المحل بهذه الطريقة. تماما. الأخ قال حتى أنهم داروا لافونتير، يعني الجرد ديال السلعة بناء على طلب الشركاء نيت باش يشوفوا كيفاش يقسموا، ولكن الأمور ما تسواتش، بقات معقدة. وشي فيديو كان عليه الهضرة؟ الأخ هضر على واحد الفيديو قال لك يبين واحد من الشركاء واقف كيتفرج وخوه كيتحرق. هذه نقطة خطيرة بزاف كيأكد عليها الأخ. يا لطيف. وهنا في العائلة دابا كتوجه اتهامات مباشرة. هضرة ثقيلة. كيتهموا الشركاء باستعمال النفوذ. هاد الكلمة كتعاود، كيقولوا واحد منهم كان خدام في الولاية. يعني كاين تلميح لاستغلال المنصب الإداري. هادشي اللي كيقولوا. والزوجة زادت قالت أن راجلها راه كان مشى للدائرة ديال البوليس باش يبلغ على التهديدات اللي كتوصلوا. وشنو داروا ليه في الدائرة؟ قالوا ليه هذا غير شجار عادي بين الشركاء، هكا تعاملوا مع الشكاية ديالو. هادشي اللي قالت الزوجة.
يعني ما خدوش التهديدات بجدية كافية على حسابهم. هكا كيبان. ودابا العائلة المطالب ديالها واضحة وبينة، باغين تحقيق معمق، باغين يعرفوا شنو قاع بصح، وباغين المحاسبة ديال كاع اللي كيعتبروهم متورطين. خصوصا هذوك الشركاء اللي كانوا حاضرين لحظة الحادث وما قدموش المساعدة، ياك؟ بالضبط. كيهضروا على تهديدات كانت كتوصلوا بالحبس، وكيقولوا عندهم تسجيلات ديال الكاميرات كتوثق المضايقات اللي كان كيتعرض ليها. إذا النقطة المحورية هنا كما كتقدمها لنا العائلة هي هذا الرابط اللي كيديروا هما بين الخلاف التجاري، المشاكل ديال الفلوس والتسيير، وبين الضغوط النفسية الكبيرة والتهديدات اللي كيقولوا كانت، وفي الأخير هاد النهاية المأساوية ديال محاولة الانتحار حرقا والمطالبة بالتحقيق كتوضح أنهم باغين الحقيقة ديالهم تبان والعدالة تاخذ مجراها. ولكن خاصنا نأكدوا مرة أخرى، ياك؟ ضروري. هاد المعلومات كلها اللي قلنا دابا راها مبنية فقط على الشهادات ديال الزوجة والأخ، يعني رواية ديال طرف واحد. كنتسناو نشوفوا واش غيكونوا الروايات أخرى وشنو غتقول نتائج التحقيق الرسمي اللي غيكون فتح. أكيد. إذا خلاصة هادشي اللي سمعنا من العائلة هما كيرسموا صورة مؤلمة بزاف، صورة ديال نزاع تجاري عادي يمكن في الأول، ولكن خرج على السيطرة، وتحول لكابوس حقيقي. كابوس فيه حسب كلامهم ضغط نفسي، تهديد بالنفوذ، رفض لأي حل سلمي، والخر ديالو كان مشهد بشع ديال بنادم كيحرق راسو قدام الشركاء ديالو. هذه هي الرواية ديالهم. وهذا الشيء واخا مازال كنتسناو الحقيقة الكاملة كيخلينا نطرحوا سؤال صعيب وكبير للتفكير. لأي درجة زعما ممكن خلاف على الفلوس والمصالح يوصل بنادم لهاد الدرجة ديال الياس، لهاد القرار ديال تدمير الذات بهاد الطريقة المروعة؟ سؤال مهم بصح. وفي حالة غير في حالة إلا تبتات هاد الادعاءات ديال التهديد والضغط، وخصوصا ديك النقطة ديال عدم تقديم المساعدة في لحظة الخطر، شنو كتكون المسؤولية ماشي غير قانونية ولكن حتى أخلاقية ديال الأطراف الأخرى اللي كانت تما في منع بحال هاد الكوارث؟ نقطة فعلا كتخلي الواحد يفكر بزاف. مسؤولية كبيرة